انا احمد فراج اللي صنع مجدك وعمل كل الحانك. عبد الوهاب اتعرض لمحاوله اغتيال في 1960 وبالتحديد في شهر مايو. كان واقف مستني الاسانسير في مدخل عمارته لحد ما دخل العماره راجل اسمر وطويل ورمى التحيه على عبد الوهاب، وهنا عبد الوهاب ساله مين حضرتك؟ وقتها ملامح الراجل اتغيرت واتنرفز على عبد الوهاب وقال له بعصبيه بقى انت ما تعرفنيش؟ انا احمد فراج اللي صنع مجدك وعمل كل الحانك. هتعمل زي عبد الوهاب، اي حد هتشوفه كده مختل ومجنون اكيد هترجع لورا. بس وعبد الوهاب بيبعد الراجل طلع كسره قله فخار وراح مناول عبد الوهاب في دماغه. صرخ عبد الوهاب من الالم ووقعت نضارته ونافوره الدم. يسكت الراجل؟ ابدا. شلاليت بقى واقلام، ومن ستر ربنا نزل الاسانسير وجواه واحد من السكان، واللي قال في التحقيقات وهو بيبعد الراجل المختل ده عن عبد الوهاب انه كان بيطلع مقص وشكله كده كان ناوي يغز عبد الوهاب بيه. الخبر وصل بسرعه لام كلثوم اللي راحت له معاها دكتور عيون وفضلت مع عبد الوهاب لحد الفجر، رغم ان في الوقت ده كان في بينهم منافسه شديده.